ضيفي مرة ثانية الأستاذ محمود الشناوي نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك سيد محمود مرة ثانية. أهلا وسهلا. الآن ظهرت على الساحة قضية السيد طارق الهاشمي من جديد، لكن من خلال أولى الجلسات، وهناك مطالبات بنقل المحكمة من الجنائية إلى الاتحادية. كيف تقرأ هذا المشهد؟ يعني هو بالتأكيد مسألة محاكمة السيد طارق الهاشمي تأخذ الكثير من الأبعاد باعتبارها قضية ليست محلية بالمعنى المفهوم، وإنما أصبحت قضية إقليمية بسبب تدخل دول أخرى في الموضوع، سواء بترحيبها بالهاشمي كضيف أو باستضافتها الدائمة له مثل تركيا مثلا وقطر والسعودية أيضا. إذا مسألة تحويل المحاكمة من الجنائية إلى الاتحاد هي محاولة من فريق الدفاع لإطالة أمد المحاكمة حتى يمكن التوصل إلى النقاط القوية في الدفاع عن السيد طارق الهاشمي، لأن التهم الموجهة إليه يعني هي 150، وفي تصريحات أخرى تهم تصل إلى ضعف هذه التهم تقريبا، وهي كلها تهمة واحدة منها كفيلة بتوجيه الاتهام بالحكم على الهاشمي بالإعدام مثلا، باعتبار كلها تهم تتعلق بالإرهاب وعمليات اغتيالات منظمة وعمليات تفجير منظمة. نعم. نحن كنا قد استمعنا سيد محمود إلى سيد مقتدى صدر في نقاطه 18 التي أوضحها من أجل تقريب الأمور. الآن السيد عمار الحكيم قد أوضح 4 نقاط للم الشمل. يعني ما الذي حدث في نقاط السيد مقتدى الصدر وما الذي سيحدث في نقاط السيد عمار الحكيم؟ يعني الرجلان وهما سياسيان محسوبان على تيارات سياسية عريقة، أحدهما يتبع بيت الصدر وهو بيت عريق في التاريخ العراقي، وبيت الحكيم أيضا وهو بيت سياسي وديني عريق، يحاولان التواجد على الساحة بعد أن تراجعت صورتهما وحضورهما على الساحة، واحتلت تيارات سياسية أخرى على رأسها ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نور المالكي. واجهة المشهد السياسي يحاول الرجلان التواجد على المشهد السياسي بقوة من خلال تقديم المبادرات لإصلاح ذات البين، ونظرا لما يعتري العملية السياسية العراقية من شقاق يصل إلى حد الفرقة والتنافر بين مكوناتها، سواء داخل البيت الشيعي في الائتلاف الوطني أو على صعيد العلاقة بين ائتلاف دولة القانون وكل من التحالف الكردستاني وائتلاف العراقية. ما يطرح من نقاط سواء من خلال السيد مقتدى الصدر أو خلال السيد الحكيم هي نقاط تصب في صالح الوفاق وتحقيق المصالحة الوطنية، ولكن الآن بشروط معينة، وهي إطلاع الشعب على ما يجري ووجود آليات محددة لتنفيذ ما يجري الاتفاق عليه. كثير من الاتفاقيات للأسف الشديد في العراق تجري وتعلن، ثم بعد ذلك لا تكون لها آلية محددة للتنفيذ، ولا يكون هناك شرط جزائي لمن لا ينفذ تلك الاتفاق. وأكبر اتفاق حصل هو ما جرى بشأن تشكيل الحكومة العراقية، والذي تنصل منه السيد نور المالكي بعد ذلك، أو اتهم بالتنصل منه والحفاظ على مكسبه الأساسي وهو بقائه في سدة الحكم لمدة 4 سنوات دون أن يؤدي ما للأطراف الأخرى من استحقاقاته على رأسها الأكراد والقائمة العراقية. الآن بتلك الطروحات، وخاصة الطروحات التي قدمها السيد عمار الحكيم وهو أحد مكونات التحالف الوطني، نقطة هنا مهمة، وهي مسألة الالتزام بتنفيذ ما يتم من اتفاقيات والذهاب إلى الحلول وتجنب الصفقات، لأنه للأسف الشديد غالبا نظرا للظرف السياسي المعقد بالعراق يتم اتفاقات بعينها، ثم بعد ذلك عند تنفيذها على أرض الواقع تكتشف كافة الأطراف أن تنفيذها بالشكل الذي تم الاتفاق عليه أمر بالغ الصعوبة، ومن ثم تجري صفقات من خلال تباديل وتوافقات أخرى يمكن أن تخرج التفاهمات الأولى عن إطارها الموضوعي. فالتأكيد على تلك النقطة يعني أنا في تصوري الشخصي
الديمقراطي إذا جرى الالتزام به سوف تكون الصورة مغايرة لما جرى، وسوف يسهم أكثر في محاسبة من يخرج عن الصف الوطني. نعم بالتأكيد سيد محمود، لكني أريد أن يعني أناقش النقاط الأربع نقطة نقطة حتى تظهر الصورة إلى كل مشاهدينا الآن عبر قناة الحدث. الاتفاقية الأولى كما أشرت إليها نظرة استراتيجية لمشاكل البلد وللحلول المرجوة. النظرة يعني حينما يشير شخص في قيمة السيد عمار الحكيم إلى أنه لابد أن يكون في العراق نظرة استراتيجية لمشاكل البلد وللحلول المرجوة، تتضمن يعني هذه النقطة. لا هل هو يعني أنا أؤكد هنا على مسألة استراتيجية، بمعنى أن لا تكون المسألة وقتية تكتيكية لمجرد الخروج من المأزق كما جرى في عملية تشكيل الحكومة مثلا. كانت جميع الأطراف ترى أن هناك فضيحة سياسية كبرى أن تتأخر الحكومة حوالي عام تقريبا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ولا تستطيع الأطراف الاتفاق على تشكيل حكومة لدولة بحجم العراق. مسألة النظرة الاستراتيجية يعني ألا يتم النظر إلى الموضوع المهم أن ننتهي منه الآن. هذا الأمر بالتأكيد سوف يخلق الكثير من العقبات، وسوف تكون له تبعات ربما تطيح بالعملية السياسية كما هو جاري الآن. نعم. الحلول المرجوة ألا تفكرك يعني ألا تذكرك بأي شيء هذا اللفظ سيد محمود؟ يعني هل هناك حل موجود وحل مرجو؟ بالتأكيد طبعا هناك حل يعني يخرج به من المأزق، يقال يعني لننتهي من هذا الآن ثم بعد ذلك نصلح. للأسف الشديد هذا جرى في أمور كثيرة، وعلى رأسها مثلا كتابة الدستور العراقي. جرى الخروج من مأزق كتابة الدستور العراقي، كتب على عجل. عندما تقرأ الدستور العراقي وأنا قرأته جيدا سوف تجد فيه الكثير من الإخفاقات وكثير من براميل البارود الجاهزة للاشتعال، ولهذا وجدت فيه مادة تقول أنه يمكن تعديل بنوده وإلغاء بعضها أو الإتيان ببنود أخرى نظرا لما يمثله هذا الدستور من قيمة تاريخية. المفروض كان يجب أن يكتب بتأني، ولكنه كان يرجى الانتهاء منه، ومن ثم كتب على عجل. مسألة تشكيل الحكومة أيضا نعود إليها، وهي أنه كان يرجى فقط تشكيل الحكومة ولكن ضمن توافقات واسعة وأطر كان يجب السير فيها حتى تكتمل تلك الاتفاقيات وتأخذ شكلها الطبيعي، ولكن اكتفي بتشكيل الحكومة وخرجت باقي السياقات خاوية اليدين ولم يتم تنفيذها، منها استحقاقات تخص الأكراد ومنها استحقاقات تخص القائمة العراقية وخاصة رئيسها السيد إياد علاوي. النقطة الثانية الالتزام بتنفيذ ما يتم من الاتفاقيات. هذا معناه أن الاتفاقات السابقة قد ماتت، ومنها على سبيل المثال اتفاق أربيل. نعم بالتأكيد، يعني هو السبب الرئيسي في المأزق الحالي للعملية السياسية العراقية هو اتهام الأطراف لبعضها البعض بعدم الالتزام باتفاق أربيل الذي أدى إلى ولادة الحكومة العراقية بشكل متعثر بعد مرور أكثر حوالي عام على الانتخابات. الأكراد يتهمون المالكي بالهروب من استحقاقاتهم، علاوي يتهم المالكي بعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، حتى البيت الشيعي نفسه هناك من يرى أن هناك بعض الخلافات داخل التحالف الوطني بسبب تفرد المالكي بالسلطة وعدم منحه المشاركة الحقيقية لباقي الشركاء. هل يعقل أو هل من الممكن يعني أن تكون هناك تفاهمات حقيقية بين الكتل السياسية بعد كل هذه النزاعات وبعد كل هذا الضجيج، حتى بعد كل هذه المحاكمات؟ نعم، يعني في السياسة لا يوجد عدو دائم ولا يوجد صديق دائم. السياسة هي فن الممكن، ومن ثم بالتأكيد الممكن موجود دائما وهو الحلول البديلة، ومن ثم يمكن الجلوس إلى مائدة المفاوضات والخروج باتفاقات جديدة، ولكن مع التزام هذه الشروط. مسألة تنفيذ الاتفاقات، الذهاب إلى حلول مع تجنب صفقات
ربما يشتم منها رائحة الريبة والشكوك. لكن الصفقات أنت تعلم أنها موجودة ولا خيار عنها، يعني أنت نعم تعلم نعم، أن ولكن الصابونة تكون في عليها أضيق حكومة. نطاق، ولكن تكون في أضيق نطاق. يعني مسألة الصفقات، إذا هناك صفقات يعني ليست كلها مشبوهة، هناك صفقات يمكن أن تحل مع مثلا أنت لديك مشكلة في الجانب الفلاني وأنا لدي مشكلة في الجانب الفلاني، لننهي المشكلة بخط متوازي. هذه تسمى صفقة إذا كانت سوف تسهم في سير الباخرة داخل المياه وألا تغرق. أشكرك سيد محمود. أذهب الآن إلى الأستاذ أو سيادة النائب قتيبة الجبوري رئيس كتلة العراقية الحرة في البرلمان. أهلا بك سيد قتيبة.